بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أتيت وطفلك ضامي الفؤاد، وغير حنانك لم يشربي، وما زال من دمه لاهب يمد السماء ولم ينضب. تلاعبه حاذقات السهام، وليس سوى النحر من ملعبي. زحام على الموت حتى الرضيع يعانق مدرعة الأشيب. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا سجدة شعر. سجدة الشعر في محراب سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. هذه الليلة تستضيف شاعرا آخر، هو الشاعر مهدي النهيري من مدينة النجف الأشرف، فليتفضل وأهلا وسهلا به. الله كان هناك، وخرجت حين خرجت وحدك مبصرا أن الطريق إلى السماء من الثرى، أن اندلاع الأمنيات يكون في يوم يبيح الأمنيات لتعبرا. وبأول الأيام من عاشور كنت أبا يصيح بني مت كي تكبرا. الله كان هناك، قال أدلكم فهتفت يا رباه، إن دمي جرى بتجارة سأراك آخرها، فذا رأسي يباع إلى الرماح فأشترى في الطف كنت ترى. وكانوا لا يرون لذاك ظلوا كل شيء لا يرى. الكون كان ضياء وجهك وحده، وجميع ما لا أنت كون مفترى. أنت ابتكرت دما جديدا كي تريق، فكنت أول من أراق فحررا. بيدين من دمك اكتشفت بكربلاء وطنا بدمع الفاقدات معطرا. وطبعت وجهك في التراب فصار في كل البقاع الغاضرية كوثرا. جاءوا يخبئهم بكهف وجوههم عار، وتعلنك المسافة مفخرا. جردت وجهك واضحا في حين جردهم زمانك للتوجس خنجرا. ورأيت موتا جاء مستترا بهم فخرجت نحو الموت موتا مسفرا. ونصبت في الصحراء خيمة مقبل فردا ليبكي ثم جيشا مدبرا. وهناك كان لقاء وجه واحد بملامح شتى ليخرج ممطرا. ومشيت عزم أبيك فيك كأنما تمشي الحسين لهم وآخر حيدرا. ما كنت ساعتها تريد فناءهم، لكنما قدر المواجهة برا. وأراد أن تبدو أمام محمد قمرا صريعا بالضياء معفرا. وأردت تبقى في مخيلة المياه فما، ونهرا في مخيلة القرى. هي كربلاء رمال دهر يابس نادى، فما ماء الإجابة يا ترى. دمك الزكي وصدرك الأسمى جرى هذا وذاك على الصعيد تكسرا. ومخيم امرأة أريد لقلبها أن يحتويك لظا وشوقا أحمرا. هي ما رأتك أخا يطيح لكي تطيح، رأت أخا يهوي فتشمخ كالذرى. رأت الدماء ومن أساء ومن تأسى بالدماء، ومن أناخ ومن سرى.
ورأتك مذ علقت طفلك كالثريا في السماء دليل ضوء أخضر، ورأت جيوش الهاربين أمام دمعك مذ فككت إساره فتحدرا، وهي التي وهبت رحيلك ما تبقى من طفولة حلمها فتبعترا في الرمل وجه سبية شدها تحيط بها الذئاب فتستفيق لتزأر وجعا يشيد على الجهات ممالك الكلمات، ثم يدوم حزنا منبرا وجعا يمارس في العراق طقوسه مدنا تخفى بالسواد لتظهر. أحسنت أستاذ مهدي النهيري، شكرا على هذا النص الجميل الرائع. حياك الله معنا في برنامجنا سجدة الشعر. تفضلوا أعزائي المشاهدين الأكارم، رحبوا معي مرة أخرى بالشاعر مهدي النهيري في برنامجنا هذا. أهلا وسهلا بك أستاذ، حياك الله. موفقين إن شاء الله، حياكم الله. القصيدة التي الآن استمعنا إليها حقيقة محركة للمشاعر بشكل كبير ومثير أيضا. لاحظت فيها شيء، هل يعني هناك تخطيط لهذه القصيدة قبل ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أبارك لكم هذا البرنامج الجميل الذي يطل على قضية عظيمة، قضية الإمام الحسين عليه السلام. الحقيقة أنا بالنسبة لي حينما أكتب القصيدة لا أخطط لها، ربما يكون تخطيط داخلي أسميه تخطيطا وجدانيا، ولكن تخطيط فكري ما أضع للقصيدة هذا المخطط يعني. ولكن القصيدة أحيانا يعني هي تؤسس لنفسها، يعني تبقى في عنيت أنا بالتخطيط إذا تسمح لي. نعم. عنيت القصدية في اختيار قضية كربلاء كموضوع للقصيدة. نعم. أحيانا نجد أن بعض الشعراء وكثير هذا يلاحظ أن القصدية تكون يعني في الجانب الآخر هناك عفوية أكثر من كونها قصدية، لأن الانفعال العاطفي هو الذي يحكم. لا، هو القصد يعني من المؤكد يوجد. أن تقصد شيئا معينا لأجل الكتابة عنه موجود، مو فقط الكتابة، أي عمل معين يقدمه الإنسان. فأنا قاصد أن أكتب عن هذا الموضوع، ولكن تسلسل القصيدة، المواضيع اللي تجري بالقصيدة، هذا ما مخطط له. هذا ربما قلت لك مخزون في داخل الإنسان، في الوجدان الإنساني، يأتي على شكل أبيات وشكل مواضيع وكذا، ولكن أن تخطط لتكتب موضوعا معينا في داخل القصيدة ما موجود عندي. سؤالي هنا يعني الكتابة عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعن قضية كربلاء، هذه القضية العظيمة والجليلة حقيقة، هل يواجه الشاعر فيها نوعا من الصعوبة؟ والله بالتأكيد. يعني وأين تكمن هي الكتابة عن الإمام أو التفكير بالقضية الإمام الحسين هي مسألة يعني صعبة. كيف الكتابة عنه، أن تري للناس يعني رؤيتك عن هاي القضية، قضية الحسين عليه السلام. هي مطب مرعب ومخيف الكتابة عن الحسين، ولكن الإنسان يكتب يعني يري للناس نظرته ورؤيته عن الحسين ورؤياه عن الحسين عليه السلام، والمحلل هو اللي يعني المتلقي أو المحلل هو اللي راح يقيم هاي التجربة الكتابية والتجربة البحثية عن الحسين عليه السلام. فهي أكيد يعني مطب، يعني القضية شوف يعني الذين كتبوا. لماذا تسميه مطبا؟ يعني هناك يعني لأنه قضية الحسين قضية خطيرة. يمكن أن تسمي نوع من الصعوبة، نوع من لا يعني أنا عنيت بكلمة مطب لأن فيه صعوبة. هو المطب فيه صعوبة، فيه مواجهة لقضية أنت تجهل يعني النتائج اللي راح تحققها من وراها، فأكيد هو مطب يعني لأنه صعب أصبح مطبا. يعني الصعوبة تأتي من عظمة الرمز. أكيد يعني قضية الحسين يعني أهم قضية في التاريخ، فالكتابة عنها والتعبير عنها يكون أيضا أهم كتابة، تصبح أهم كتابة، لذلك هي صعبة. يعني هناك المقاربة مع قضية عظيمة وجليلة بهذا القدر، مقاربة الشاعر إلى هذه القضية، يعني قد يعني يتحرج منها الشاعر، يجد نفسه مثلا أقل يعني سموا من هذه القصيدة. أكيد وقصيدته أكيد يعني الحسين صلوات الله وسلامه عليه كتب قصيدة الحرية، كتب بدمه الطاهر الشريف. فلذلك يعني الشاعر هنا يتوقف. هل تحس أنك يعني بحاجة أحيانا أن تتوقف وتتراجع؟ أكيد يعني أنا هاي القصيدة اللي قرأتها لك، هاي القصيدة كتبتها قبل أكثر من 2 سنين يعني، ولم أكتب بعدها قصيدة، لأنه هو الكتابة
عن هذا الرمز العظيم، يعني ماذا تقدم للحسين بعد أن كتب قصيدته العظيمة؟ ماذا تقدم له؟ ولكن يعني الحب والفكر الحر والإحساس بأنك يعني مطلوب، كأنه مطلوب أن تكتب عن وربما الحسين. المخزون الانفعالي يتحرك أكيد كل سنة، أكيد هو يتحرك كل لحظة، يعني هو كل لحظة يتحرك، ولكن في كل لحظة أن وفي تكتب كل في كل ذكرى لحظة صعب. نعم. هو في كل لحظة، ولكن الكتابة في كل لحظة صعب. الحوار معك جميل جدا أستاذ مهدي النهيري، وكتابتك الشعرية يعني أعتقد أنها تمتاز عن تجارب أخرى. هل أنت يعني تشعر أن هناك امتياز؟ والله هذا الامتياز يعني لا أقيمه أنا، يعني تقيمه أنت والمتلقي والناقد يقيمه، ولكن أنا أحاول أن أتميز عن الآخرين في كتابتي عن الحسين وكتابة بصورة عامة، يعني أحاول، ولكن أنا لا أدري هل أنا متميز فعلا أم لا، ما أعرف. يعني شد انتباهي شيء في القصيدة. لاحظت أن في كثير من القصائد التي تكتب عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هناك يعني الصورة الشعرية. لاحظت في قصيدتك هناك المشهد الشعري، يعني هناك مشهد يستمر تؤسس له ثم يتصاعد شيئا فشيئا ثم تنتقل إلى مشهد آخر. هذا يعني الشيء أنت شخصته الآن، وقد شخصه كثير من المسرحيين، يعني عندنا خصوصا بالنجف، يعني كثير من أساتذتنا المسرحيين يعني قالوا لي أنك تكتب القصيدة يعني وتحشدها بالمشاهد المسرحية. أنا هذا الشيء يعني ما مجرب كتابة المسرح، أكتب القصيدة، ولكن هذا الشيء ربما هو موجود في شعري، ربما هو باب، يعني هو تلقائي، هو يأتيك بشكل هو تلقائي، ولكن يعني ربما سأجعله بابا لكتابة المسرح الشعري، مسرح الحسين خصوصا. شيء جميل رائع. هناك تجارب يعني عظيمة في كتابة المسرح عن الحسين عليه السلام. ربما نحن في ثقافتنا يعني هناك يعني نقص في هذا الجانب. هناك يعني نعرف أن الشرقاوي كتب وهناك كثير كتب، وشوف احنا المسرح يعني ما زلنا في الشعر. هل هناك نصوص أخرى في الحسين؟ والله نصوص، يعني لدي نصوص كثيرة يعني عن الحسين. حدثنا عن نص ستقرأه لنا. سأقرأ نصا للإمام العباس، يعني هو على تماس مع قضية الحسين، بل هو عمودها الأول يعني بعد الحسين عليه السلام. يعني ما هي حيثيات هذا النص؟ هذا النص كتبته عن الإمام أبي الفضل العباس عليه السلام. العباس يعني وجود العباس في وجداننا يعني أكثر حرارة من ربما حتى من وجود الحسين. أقصد الحرارة العاطفية، لأنه هو كان قرين الحسين عليه السلام، وكان له علاقة بزينب، له علاقة بالماء، له علاقة بالفرات، له علاقة بالراية، يعني أشياء العباس أشياء جميلة، رمزية الأخوة بالضبط، يعني والحمية، علاقته بعلي، علاقته بالحسين، علاقته بالنتائج التي آلت إليها المعركة فيما بعد، يعني صرحه الشاهق العظيم في كربلاء، أشياء دفعتني لكتابة هذه القصيدة. نسمع شيئا من هذه القصيدة. واقف على شرفة المعنى، على نهر الأحلام ينوخ ضراره، ويملأ بالماء النبي جراره، ويبتكر الأشياء ثم يعافها لتنمو، وكالأسماء يبقي ابتكاره. لقد جاء من أقصى المدينة شاعرا يمارس في صمت الوجوه انتشاره، به آمن النخل العراقي وانتمى إليه سموا واستطال مداره، وآنس وحيا في الفرات بهمسه توحد حتى قيل أصبح غاره. مشى والمرايا في تضاريس وجهه تمر وترمي في الدروب احتضاره. لقد مات كي يحيا كثيرا، وضاع في نهارات من ماتوا ليلقى نهاره. وقد كان لون الطف من قسماته، وكل الخيام المستفزات ناره. وكانت نداءات الحسين تشده إلى الموت حتى كان ذاك خياره. فسافر كالورد الشهيد
جنازة من العطر في الأذواق يختار داره. يقولون أعشاب الفصول جميعها انتمت لخطاه، والربيع استعاره، وكل البكاءات اللذيذة إثره مشت، ومزاج الدمع مذ صار صاره. يقولون قد كانت صبيات حزنه تشب مواويلا وتغفو جواره، وما ليلة إلا اصطفته نديمها، وما قمر إلا أضاء غراره. رأى شره الأيام موسم عمره عناقيد من خصب، فشاء اعتصاره. وقيل له من أنت؟ قال محارب إذا انشق ثوب الليل يرفو انتصاره. وفي الشفق المجروح علق دمعه ليفتح في عين الصباح انتظاره. وها هي أوجاع العطاشا تقوده ضريحا وتبني في الغياب مزاره. وكان ضمير الماء يعرف أنه إلى ثأر يوم الطف أجل ثاره، وأن بنجواه الحزينة معبرا إلى صوت مقتولين كان استثاره. فصاغ سجاياه عذابا وصاغه رسولا على النجوى يطيل انهماره، ويتركه للأرض تشرح ماءه وتذرف في عين الليالي بذاره. ولم يرتحل إلا إلى ذاته، إذن سينحت في خد المياه سماره. على شرفة المعنى لكم ظل واقفا، على شرفة المعنى لكم ظل واقفا، فزج له الأفق الرحيب اعتذاره. وقال له يا سيد الفضل لم يكن بوسع العلا ألا يريك انكساره. أبا الفضل لم تبحر سفينة عاشق، أبا الفضل لم تبحر مناجاة عاشق إذا لم تكن في البحر أنت فناره. إلى الآن ذكراك الشهيدة شاطئ من الدمع يذكي في العيون شعاره. لذلك تنمو خيمة بعد خيمة حيالك يا ماء أضعنا قراره. تمر عليه زينب كل ليلة وفي يدها قلب أجاد انشطاره، لتسقيه حتى تبلل أمة أهاج بها الموت الرهيب بحاره. جميل جدا أستاذ ماجد النهيري، حياك الله. أشكرك. تسلم. أهلا وسهلا بك مرة أخرى، وشكرا لك على هذا النص الجميل. الله أشكرك. حقيقة يعني أثارني وأنا أستمع إلى نصك الجميل هذا مغامراتك اللغوية. هل تشعر أنك تغامر لغويا؟ والله أنا أفرح بأن أغامر لغويا، أفرح كثيرا بهذه المغامرة، لأنه يعني تكلمنا ربما في هذا الموضوع أنه أن تأتي بتركيبة نحوية جديدة وسياق جديد أفضل للشعر وأدوم للشعر، يعني أكثر دواما للشعر. فأنا أتمنى أن أكون مغامرا في هذا المجال. ألا تخشى وأنت تكتب عن رمز كالعباس عليه السلام أو وأنت تكتب في القصيدة الحسينية أن هذه المغامرة قد تحيلك إلى شيء يعني يجرح ما هو مرتكز في ذهن المتلقي؟ يعني أعتقد أنك تقصد العقيدة بالضبط، الثوابت التي يعني لا، أنا الثوابت أحترمها ولا يعني لا أجرحها أبدا يعني. لا ليس بقصدية، أقصد أنك تغامر لغويا دائما في شعرك حين تأتي إلى موضوع بهذه القدسية. أفهم قصدك. أي أيضا تبقي على مغامرتك لكن هناك ضوابط معينة. شوف أستاذي الكريم، أنا دائما حينما أكتب عن الشخصيات الكبيرة كالحسين والإمام علي والرسول وكذا،
يعني أحوم حول هذه الشخصية، لأنه الغوص في أعماق الشخصية مغلق علي، هذا أمر موصد علي. فأنا أبقى أحوم حول هذه، ربما أحول حول الصفات الحميدة، حول الأشياء اللي خلدها هذا الشخص، ما أغوص بأعماقه الذاتية، ربما أعماقي أنا الذاتية من خلال رؤيتي إليه. يعني دائما أنا قصائدي، كل قصائدي عن الشخصيات العظيمة هي قصائد عن مهدي النهيري وعلاقته بهاي الشخصية. طيب علاقتي بالنبي، علاقتي بعلي، علاقتي بالحسين. ينقلني إلى شيء، هل يحتاج الشاعر وهو يكتب عن رمز كالحسين صلوات الله وسلامه عليه، يحتاج إلى أن يكون يعني إيمانه بعمق وقوة القضية الحسينية حتى يتمثلها بشكل صحيح؟ يعني هو كيف للشاعر أن يكتب شعرا يعني بنصف قناعة مثلا؟ لابد أن يتعمق في دراسة هذا الشخص، بل لابد أن يقتنع به. القناعة، يعني كثير من الناس اقتنعوا بالحسين، يعني شو اسميها، قناعة وجدان، مو قناعة عقلية، قناعة وجدان. فأنا من أكتب عن شخصية معينة عن شيء معين لابد أن أقتنع به، سواء كتبت قصيدة عقائدية وقصيدة غزلية وقصيدة وجدانية بصورة عامة، يعني لابد أن أقتنع بالموضوع حتى أكتب عنه، وإلا شو راح أكتب؟ يعني ما راح تكون تجربة صادقة أبدا. يعني لابد من المصداقية، الصدق، الصدقية بالشعر، الصدقية بالشعر. نعم. طيب يعني أستاذ مهدي، يعني الشعر في عالم اليوم يحوم حول مواضيع متعددة، ونحن نحاول أن نخترق هذا يعني الغرائبية في تناول المواضيع، ونبقي على مواضيعنا، ومع ذلك نحن نحاول أن نأتي بالأدوات الحديثة لكتابة قصيدة في مواضيعنا التي كتب فيها طوال 1000 سنة أو أكثر. هل تجد أن هذا يعني يشكل صعوبة أو نوع من الممانعة لدى الشاعر؟ والله شوف، الكتابة في مواضيعنا كما أسميتها، يعني هي مواضيعنا، هي ليست وليدة الساعة. يعني مواضيعنا هي مواضيع عمرها أكثر من بل آلاف السنين، مو 1400 سنة. هي مواضيع، يعني موضوع الحسين هو موضوع آدم. نعم بالضبط، هكذا يعني. فأني حينما ما عنيته هو التراث الشعري الذي لدينا، يعني تقصد مواضيعنا الشعرية لو مواضيعنا العقائدية؟ إذا كان مواضيعنا العقائدية فأنا أكتب عنها بلغة جديدة، بإحساس جديد، بتقديم للآخر جديد. أما المواضيع الشعرية فطبيعي نفس القضية راح تكون. الموضوع الشعري أن موضوع شعر جديد تطبقه على قضية قديمة تحولها إلى قضية. هل تقرأ جديدة كثيرا من الشعر الكلاسيك؟ كثيرا جدا. وأيضا من شعر الحداثة؟ ومن الشعر الحداثة كثيرا. ما الذي يعجبك في شعر الحداثة؟ والله يعني قلت لك يعجبني الجملة النحوية الجديدة، الجملة الجديدة. والشعر القديم يعجبني به الفخامة، وأيضا الجملة. يعني الشعر النجفي خصوصا، شعر النجفي شعر جملة جميلة، له ميزة، يعني له ميزة عن بقية الشعر. أنا أميزه. أنا حتى من أقرأ شعر كلاسيكي يعني في نفس الفترة أميز القصيدة النجفية عن غيرها، بغدادية أو بصرية أو موصلية أو حتى عربية. يعني هذا التمايز حتى على صعيد العراق أيضا؟ والله أنا أشوفها يعني أن القصيدة النجفية متميزة عن غيرها. يعني حتى من أقرأ القصيدة البغدادية في تلك المرحلة قبل 100 سنة مثلا، أحس أنهم عبد الغفار الأخرس بالضبط، أحس أنه أكو تقليد للقصيدة النجفية، ولكن النجفية لها استقلاليتها، لها ذوقها الخاص. برأيك ما الذي يجعل القصيدة النجفية متميزة بهذا الشكل؟ أعتقد حرارة العاطفة وصدق العاطفة. بالضبط. العاطفة وأيضا ربما الارتباط بالتراث الحقيقي، التراث النقي اللي احنا بالضبط العراقيين يحملوا بصورة عامة يعني. فتكون القصيدة يعني أكثر جمالا، أكثر بهاء. وربما يعني الدراسة العلمية في النجف أيضا لا أكيد، لا أكيد، النحوية والأدبية وغيرها. أكيد. هل لديك نصوص أخرى؟ نصوص مقاطع يعني من نصوص مثلا تحب أن تسمعها للمشاهد الكريم؟ والله يعني لا بأس بأن أقرأ قصيدة مثلا للإمام، يعني مقطع من قصيدة للإمام علي، أو مواضيع أخرى. يعني أنت صاحب الأمر وصاحب الشعر في هذا الموضوع. لا بأس يعني، لا في القصيدة يعني قصيدة حسينية مثلا أو حسينية. نعم لدي هذا الديوان فيه يعني. أنا أجدك يعني حين تعالج القضية الحسينية يعني أجد أنك تثير فيها عواطف كثيرة. سأقرأ لك نصا يعني، أو أي قصيدة أخرى للحسين عليه السلام. اللهم أعني في أن أجدها. مقطع أو قصيدة؟ مقطع قصيدة اسمها سورة الطمأنينة. تباركت بالوجد المطهر والفقر، وبالحزن
تأريخا يقال له عمري، وجئت بما أدريه من أن أدمعي شفيع وما لا أدعيه ولا أدري. وقفت على الطف البقايا مسائلا رماد بقاياها يرمم لي جمري. وآمنت بالأسماء مذبوحة هنا لأفصل معنى الموت عن لفظة القبر. ورحت بلا شك أرتل سورة الطمأنينة الأشهى بمائدة الذعر، فأبصرته كان الوضوح جبينه فأسلمت روحي وهي غامضة السر. وقلت له يا سيدي هل حمامة مخضبة بالعفو والأمن والنصر من القبة الحمراء تفتح جنحها بوجهي وتغفو في أضالعي الوكر، فإن رياح الخوف هزت سفينتي وليس شراعا غير حبك في البحر. القصيدة طويلة. أستاذ مهدي، يعني لاحظت أنه يعني بالإضافة إلى المغامرة اللغوية، وأنا أحب أن أسميها هذا والمشهدية المسرحية في شعرك، لاحظت أنك يعني تحاول أن تكون لك مقاربات فلسفية. والله يعني أنا مع الشعرية سواء يعني أو تساؤل فلسفي على الأقل، لا إشكال في ذلك. أنا مع الشعرية سواء اتخذت لباسا فلسفيا لباسا عاطفيا، يجب أن تكون هنالك شعرية في النص. الفلسفة هي رافد يعني مهم. استمعنا إلى قصائد جميلة ورائعة حقيقة أستاذ مهدي النهيري، ويعني أنا آسف لأنه نحن محكومون بوقت البرنامج. الله يبارك فيكم. أهلا وسهلا بك مرة أخرى أعزائنا المشاهدين الكرام. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا سجدة الشعر، ودائما سجدة الشعر في محراب سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مرة أخرى الشكر موصول للأستاذ مهدي النهيري لحضوره معنا في هذه الحلقة، ولكم أعزائنا المشاهدين نقول إلى اللقاء، وحتى حلقة أخرى من هذا البرنامج نتمنى لكم أطيب الأوقات.